كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد. الله سبحانه وتعالى يريد من هذه الأمة أن ترجع إلى كتاب الله، إلى حدود الله. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان سيمر على أمتي خسف وقذف ومسخ؟ ما هو الخسف؟ هو هذا الزلزال. والقذف أن يمطروا بحجارة وأعاذنا الله وإياكم منها، قولوا آمين. ومسخ حتى تنقلب أشكالهم إلى أشكال قبيحة. كذلك عندما مسخ الله اليهود على أشكال القردة والخنازير، قالوا كيف؟ لماذا يا رسول الله؟ قال ما ظهرت فيهم المعازف، الغناء الماجن الذي يتمجن بعورات النساء ويفصل لنا عورات النساء. والقينات، ما هي القينات؟ الراقصات والأمة التي تتغنى وتغري الرجال. لا بد لنا أن نرجع إلى الله. ما حصل في الأسبوع الماضي يذكرنا بزلزلة يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يتساءلون إذا زلزلت الأرض زلزالها ما الذي حدث بالأرض؟ كيف اضطربت؟ كيف استوت الجبال؟ كيف دكت الجبال؟ كيف استوت التلال حتى ترى فيها لا عوجا ولا أمتا؟ عندما يخرجون من قبورهم يومئذ تحدث أخبارها. النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هل تعلمون ما هي أخبارها؟ ما هي يا سيدي يا رسول الله؟ قال إن هذه الأرض ستشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها يوم القيامة.